النهارده جامعتنا لفترة إبداع جديد ونورنا فيها النهارده الفنان محمود قريب هيكلمنا عن فن طي الورق أو فن الأوريجامي صغير. منور النهارده بيوم جديد. قبل ما ندخل كده في تفاصيل فن طي الورق أو الأوريجامي عايزين بس معانا ناس كتير قوي بتذكر النهارده موضوعنا هو الجمال. فبشكر كل الناس اللي بعتت لنا على الفيسبوك وعلى تويتر وهنستعرض مع بعض بعض الرسائل. الأستاذة عايدة إبراهيم من القاهرة بتقول صباح الخير صباح الخير أستاذ عايدة. بتقول إن الجمال جمال الروح لأن الإنسان الجميل بدون روح إنسان لا يعتبر إنسان. أحمد كمال بيقول أنا عندي الجمال أنواع، جمال الشكل وجمال الخلق وجمال الوجه وجمال الروح ودول كلهم لازم نتحلى بيهم. كل ده يا أحمد يعني عندك الجمال أنواع فعلا يعني. وشادي عبد الله بيقول صباح الخير عليكم كلكم وعلى كل فريق العمل. صباح الخير يا شادي. الجمال هو إنك تشوف بعينيك كل شيء جميل مهما كان فيه نقص. مظبوط، حلو الرأي ده قوي. لأن الجمال لله وحده وبالتالي لازم نحاول نشوف كل شيء جميل. بتفق معاك مليون في المية يا شادي، مظبوط فعلا لازم الواحد هو يعني اللي يقدر يشوف كل حاجة حلوة حواليه. لأن كمان ربنا خلق كل حاجة حلوة. في كمان معانا محمود سامي بيقول القلب يعشق كل جميل. دي مش أغنية يا جماعة، دي هي الحقيقة. ماشي يا محمود. أستاذة ثانية بتقول الجمال أحلى حاجة في حياتنا، بس أنا عندي الجمال هو جمال الأبناء وجمال النجاح وجمال الاستقرار وجمال السعادة. بشكرك جدا يا أستاذة ثانية. كمان معانا محمود سامي قلنا معلش. في كمان محمد حسين من القاهرة بيقول إن الله جميل بيحب الجمال وإحنا بنحب الجمال بكل صوره وأشكاله. تمام يا محمد. في كمان أخيرا معانا أستاذة فاطمة بتقول الجمال ده من اختيارنا إحنا اللي بنختار ومن حسن حظنا إن إحنا اللي زي بعض، إحنا مختلفين كل واحد بيشوف الجمال من ناحية معينة. مظبوط أستاذة فاطمة. دي كانت رسايلنا سريعا كده. بقول لكم مرة ثانية سؤالنا وهو إيه هو مفهوم الجمال؟ مفهوم الجمال بيختلف من شخص لشخص. شاركونا على الفيسبوك وعلى تويتر صفحة برنامج يوم جديد على الهندسة الثقافية ورقمنا 250 797 5 صباح الخير مرة ثانية. استناك شوية يا محمود معلش. إيه مفهوم الجمال عندك؟ انا بالنسبه لي احنا طبعا بنقسم الجمال لحاجتين. انا في الجمال المادي الجمال المعنوي. انا من رايي الجمال المادي خاصه احنا في الدنيا مواسير والزوال، يعني حتى لو احنا شفنا الورد لازم بيدبل. اي حد جميل بعد فتره مع الوقت فبيفضل في الاخر جمال الروح. يعني انا دوت يمكن استنبطته من راي الدكتور مصطفى محمود، كان بيكتب في كتبه. فانا مقتنع جدا ان الجمال دايما بيكون جمال داخلي. ده الاحلى والاجمل. وبيتقال إن الجمال الداخلي بينعكس على الشكل الخارجي. ده اظن انا ماشي اوكي. على اي حال خلينا ندخل في موضوعنا النهارده وهو فن الاوريجامي او فن طي الورق. يعني يمكن يعتبر من الفنون الغير تقليديه المفروض، بس انا عايزه اعرف هو عباره عن ايه؟ لو عرفتوا للناس كده ببساطه تقول لهم ايه هو فن الاوريجامي؟ طيب، هو الاوريجامي فن يعني ياباني. هو كل الفكره ان احنا بنقدر نعمل بالورق اي شكل احنا عايزينه. دي فكره كده مبسطه عن الاوريجامي. هو فن طيران. هو فن قديم، انا عارفه ان هو بقاله فتره كبيره، بس بدا فين وامتى؟ طيب، هو الفن الاوريجامي بدا امتى بالظبط يمكن ما حدش يعرف، لان هو بدا بشيء من الصدفه شويه. الناس ما كانتش عارفه ان ده هيبقى فن بعد كده. لكن هو في القرن ال 14 كان بدا في اليابان. اغلب الناس طبعا هو اليابان هي المصدر الاكيد للفن دوت. لكن امتى بالظبط محدش عارف. ابتدى ينتشر بعد كده في العالم. كانت بدايته الناس كانت بتبعت الرسائل بالورق، ابتدوا ان هم يطوروا الموضوع شويه بشويه عملوا الاشكال كلها بعد كده. طيب الاهم هو بدا امتى في مصر؟ يعني بدايه امتى ظهور برضه كان تحديدا كعلم ما نعرفش، بس لكن كلنا من فتره كبيره ولا فن قريب لا، مثلا؟ اظن ان هو بدا من فتره كبيره بس مش باسم الاوريجامي. يعني احنا من زمان واحنا صغيرين واحنا بنعمل طيارات الورق واحنا بنعمل الدبور وبنعمل الخيارات. بنعمل الضفدعه اللي بتنط المركب. كل الكلام ده كان مشهور من زمان قوي. بس ما كانش باسم الاوريجامي. يعني احنا كنا ماشي شكل ورق. ما كانش معروف بس اسم الاوريجامي. طب انت يا محمود خريج كليه التجاره، ليه بقى اخترت فن الاوريجامي وما اشتغلتش في مجال دراستك؟ انا الموضوع كله انا كنت فعلا اوريدي شغال في مجال دراستي شويه. بس انا كنت مهتم جدا بالاوريجامي. ابتديت ان انا اتفرغ له اكتر. يعني كنت شغلانه بحبها خاصه حاجه بحبها فيعني الموضوع. هنا الهوايه هي اللي طلعت على التخصص. صح، دي مش حقيقه. كده؟ صح. مين رواد الفن دايما؟ في العالم وفي مصر كتير قوي، بس يعني من اشهرهم روبرت لانج. ده مشهور جدا ويمكن هو عمل فن الاوريجامي الحديث. عندنا في مصر في أوز مشهور في الموضوع ده.
اسامه حلمي. واحنا يعني انا شغال في المركز العربي الاوريجامي، هو اول واحد عمل فكره المركز العربي الاوريجامي واحنا اشتركنا معاه. طب انا مش عايزه نتكلم كتير على قد ما انا حابه ان كل مشاهدينا يعني يتعرفوا على الفن ده اكتر. معاك ورق ملون اهو وجاهز بكل الادوات، هتعملنا ايه النهارده معاك؟ لا انا عايزك انت تشتغلي معايا. كمان يا سلام، يا ريت انا بحب الحاجات دي قوي. اتفضلي. خليني بقى كده اعيش معاك في الموضوع. يمكن الناس لو سمعت عن الفن ممكن تحس ان هو يمكن معقد شويه، في ناس لما بتشوف الاشكال اللي بنعملها في النهايه ان هي اشكال معقده. لا احنا عندنا اشكال كتير قوي، في بيبدا من اول تانيتين وثلاثه لحد ما لا، هي يوصل. حاجه سهله يا محمود كتير عشان جدا. احنا لسه بنتعرف على الفن ده مع بعض. طيب تمام. انا هعمل حاجه بسيطه بحيث ان ممكن الناس تعمل معايا. احنا ممكن نقدر نعمل اي حاجه. اولا ده ورق يعني زي ما حضرتك شايفين ده ورق خفيف ملون عادي خالص متوفر، ممكن كمان لو اطفال هي تمام. ممكن اي ورقه بالنسبه يعني لهم حاجه مسليه قوي. انا بالنسبه لي انا بحب اشتغل باي وقت. يعني مفيش ورق لازم يكون معين. خفيف كده حاجه. لا مش لازم يكون مش خفيف، شرط. انا شايف ان هو اي ورقه يعني برضه ما تكونش تقيله قوي ولا خفيفه قوي، اي ورقه اللي احنا حتى بنستخدمه في بيتنا سواء كان في الكراريس او في ورق ممكن نعمل الطباعه. منه اشكال حلوه. بالظبط تمام. طيب احنا هنبتدي دلوقتي بشكل بسيط، ممكن الناس تشترك معانا. اول حاجه انا دلوقتي دي ورقه مربعه. تمام. هل كل الاشكال بنعملها بشكل مربع؟ لا، في اشكال للمستطيل، في اشكال للمثلث بتختلف، بس احنا الشكل اللي هنعمله مثلا دلوقتي بالمربع. طيب احنا عايزين اول حاجه شكل المربع دوت، عايزين الطرف دوت يلمس الطرف ده يعني كده، تبقى شبه الهرم او المثلث. تمام. سهلة؟ بعد كده هخلي الطرف دوت النقطة ديت هتلمس النقطة. تمام. هنفتحها تاني. احنا كأننا بنرسم الديزاين بس بالورق. الخط ده احنا هنحتاجه بقى. تمام. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنتني الخط اللي تحت ده تانية صغيرة لفوق كده هيبقى شبه المركب. يبقى احنا كده شفتوا يعني عملنا أول حاجة المركب، وممكن هنكملها نخليها شكل تاني. ادي المركب مثلا بشكل بسيط. هو احلى حاجه يا محمود ان انت قلت لي ان احنا مش بنقطع من الورق، يعني الشكل بيطلع والورقه كامله زي ما الاوريجامي فيه كذا مدخل، بس انا بحب جدا ده النوع اللي انت بتشتغل بالظبط. انا بحب جدا ان انا ما اقطعش الورق، شايف ان هو ده الفن الحقيقي. لما يكون في قيود اكتر وتقدر تطلع شكل دي فن، ده شكل فن فعلا. طيب هنبتدي نتني الجزء ده لفوق كده بحيث ان هو يجي على الخط اللي في النص اللي احنا كنا رسمناه قبل كده. ونفس الكلام الناحيه الثانيه. وكده في حته من طرفه بتبقى طالعه شويه. تمام مظبوط. انا ماشيه صح الحمد لله. حاسه ان هو صعب؟ لا خالص، وحاسه كمان ان المفروض ده يبقى يعني زي ما تدرسي في مدارس الاطفال الصغيرين، مسلي قوي وما فيهوش اي حاجه فيها قلق للاطفال. بالعكس، يعني انا عايز اقول لك كمان ان هو مش مدرسش بس للتسليه، لا ده انا كمان بستفاد منه في ان انا اعلي تركيز الطفل ومداركه وحواسه. من سن كام ممكن يا محمود يبدا الاطفال الصغيرين يعني ينضموا لفن الاوريجامي؟ انا بالنسبه لي بخلي الاطفال يبتدوا من اول سن 3 سنين. حلو قوي، يبقى هو بدا يستوعب ممكن يبدا يتحرك مع الوقت. مجرد ان هو بيقدر يسمعني يفهمني ببتدي انا اعلي حواسه باللمس بالنظر بالادراك. كل الكلام ده بالاوريجامي. طيب احنا بعد ما خليناها كده نبص الناحيه الثانيه، هنتني الجزء اللي فوق ده ثانيه صغيره لجوه كده اهو. هو تمام. 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 هاتني بقى الجزء اللي تحت ده ثانيه صغيره لجوه كده. اصبح عندي شكل الشكل. ده العكس مكانها. تمام. وريني كده. ايه الاخبار؟ جميل. دي كام في المية؟ برافو. يعني انت شاطره جدا. ربنا يخليك. ده طبعا شكل مبسط بس حابين ان احنا نعيش مع حضراتكم التجربه. طبعا الاشكال اللي بتطلع في الاخر بتبقى رائعه وجميله جدا. كان معانا صور لفن الاوريجامي شفناها كانت فعلا جميله جدا. ايه الادوات اللي بتستعملها؟ يعني احنا هنا استعملنا ايدينا بس. الايد هي العامل الرئيسي والوحيد. هل في حاجات ثانيه اشكال ثانيه بنستخدم فيها مثلا ادوات معينه ولا الموضوع كله بيعتمد على ده؟ انا عن نفسي بحب استخدم ورقه بس، يعني هو انا ما بستخدمش غير ورقه. يعني حتى ما بقطعش بمقص ولا بلزق بجلو، لا انا هي ورقه واحده تاني فيها لحد ما اطلع منها لاي شكل اللي انا عايزه. الموضوع مش بياخد وقت خالص يا محمود، يعني الفكره جات لك على طول واحنا في ثواني خلصناها واحنا حتى على الهوا مع بعض. في افكار ثانيه ممكن تاخد وقت مثلا ممكن تقعد تشتغل فيها ساعات طويله او حاجه ولا الموضوع برضه بسيط؟ هو الموضوع بسيط عامه، بس الاشكال طبعا كل شويه بتزيد بتبقى اصعب.
شويه بشويه بتبتدي انت تعمل ديزاين. طبعا عشان تعمل ديزاين وتجيب فكرته دوت ممكن ياخد منك ايام. يعني حسب، يعني دي ملهاش حاجه ملهاش معينة. قاعده قوي. لا ملهاش قاعده انك ممكن حاجه سريعه او حاجه بسيطه. دي بالظبط كده زي الشعر او زي الرسام، جات له الفكره هيقدر ينفذها، ما جاتلوش او مش هيقدر ينفذها. فهي ليها علاقه شويه بحسب حالتك المزاجيه حسب شويه. مود الانسان كمان. وحسب الالهام شويه. تمام. طيب في رأي بيتقال يا محمود ان يعني فن الاوريجامي ده دلوقتي بقى وسيله للتسويق، انت مع ولا ضد ده؟ انا شايف دي حاجه كويسه مش وحشه خالص، لا انا معاك. انت مع ان هو نبدا بقى نسوقه، هو ماديا يعني اخباره ايه في الماديات؟ مربح ماديا ولا لا؟ هو زيه زي اي حاجه جديده. طبعا ما بتبقاش مربحه في البدايه. اي شيء في الدنيا انت لما بتكون جديد بيكون ليه مقاومه. الناس مستغرباه، واحنا دايما غالبا بنقول اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. يعني حتى لو انا عندي طفل اقول له مثلا طب ايه رايك نعلم طفلك اوريجامي ولا رسم ولا جيتار؟ يقول لك لا ايه الاوريجامي ده انا ما اعرفوش، يعني جيتار يا رسم. طيب يعني التوعيه مش موجوده عند الناس، او يمكن زي ما قلنا في الاول ناس كتير ما سمعتش عن فن الاوريجامي او فن طري الورق. تمام. طب ممكن نعمل ايه عشان يكون في توعيه اكتر؟ ده تبداوا انتوا مين ده دوركم انتوا كفنانين كمان ان انتوا رسالتكم توصلوها للناس. احنا والله في المركز العربي للاوريجامي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوعي الناس اكتر، بنحاول نعمل معارض، بنحاول نروح مدارس. بتكون بقى فعلا معارض مخصوص لفن الاوريجامي ولا بيكون معرض بيضم لوحات من ضمنها؟ في ده وفي ده، يعني احنا ساعات كده وساعات كده. وانت طبعا شاركت في معارض انا كتير شاركت في بالتأكيد. معارض. اخبار ردود الافعال؟ والله الناس بتنبهر جدا، وبيبقى نظام حاجه غريبه. يعني احنا في مصر هنا ما كانش حد يعرف الموضوع دوت، وكلنا عارفين المركب، بس ما كانش حد يتوقع ابدا ان احنا ممكن ايه نعمل بقى مثلا تنين وديناصور وكل حاجه احنا عايزينها. فالناس لما تشوف لا بيبقى رد الفعل، انا شايف الناس منبهره بالموضوع جدا. وفي اقبال على شراء الحاجات دي ولا الناس بتفضل ان هي تجيب مثلا لوحه معموله بزيت؟ احنا شويه تقليديين ولا لا الجيل الجديد حابب الحاجه الجديده المفرقعه الغريبه؟ احنا انا بالنسبه لي بصراحه انا ما جربتش موضوع البيع، لان انا دايما لما حد بيجي وانا في معارض يقول لي انت شايف ده للبيع او لا ده للتعليم. انا حابب انك تستفاد اكتر من بالظبط. انا حابب انك تستفاد، هتاخد شكل فني جميل جدا بس انا عايزك تتعلم، يعني عايز تستفاد منه. فانا ما ببيعش. فغالبا يعني شفت شروط افعال قوي موضوع البيع ده. طيب ويعني عايزه اعرف كده المتخصصين في الفن ده بيعملوا ورش عمل، انت عامل حاجه للاطفال تمام. انا بدرب في كذا مكان، من ضمنها سيد عبد المنصاوي، من ضمنها مكتبه الف. بدرب في مدارس. بتبدا الناس فعلا تيجي وتجيب بعضها وده يقول ده والاطفال دول يروحوا، يبقى في يعني تفاعل حلو من الناس. هو منتشر اكتر للاطفال ولا للناس الكبيره؟ احنا عندنا منتشر اكتر للاطفال. لان احنا عندنا ثقافه ان اللعب بالورق ده للاطفال. بس انا شايف ان ده لا مش للاطفال بس. في ناس كتير قوي بتعاني من قله التركيز، في ناس كتير بتعاني من الضغوط اللي عليها. طب ما انا بالاوريجامي بقدر اعالج الموضوع دوت، بقدر ان انا اشيل الضغوط من عليك، بيبقى حاجه زي المديتيشن او يعني تامل. بقدر افيدك بيه بان اشيل الضغوط اللي عليك. بنعمل حاجه مختلفه فيها زي الفنون، زي مثلا الجيتار، زي نوع من انواع او الرسم. تمام. اخيرا يا محمود انا عارفه انك مستعد للسفر لتركيا، في ورشه عمل هناك في تركيا وهتمثل مصر، احساسك ايه وانت بتقدم حاجه باسم بلدك؟ انا والله لسه دي تجربه اولى ليا للسفر. طبعا هو في يعني رهبه ورهبه الاثنين. رهبه ورهبه حلوه، يعني حلوه قوي مع بعض كده. انا عايز اسافر اخد التجربه واشوف اقدر اعلم الناس الفن ده ازاي. بس طبعا الموضوع فيه قلق شويه، بس اتمنى ان شاء الله يعني اظهر بصوره كويسه والناس تحب الفن. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، ويعني ويكون لنا لقاء تاني والفن ده بقى منتشر في مصر بصوره اوسع من كده ان شاء الله. بشكرك جدا جدا على وجودك معانا اليوم. مشاهدينا الكرام احنا لسه مستمرين مع حضراتكم وفقراتكم تاني ايه هو مفهومكم عن الجمال، ده كان سؤالنا النهارده، وبرضه بنتكلم معاكم عن الجمال في الفتره الاخيره ولكن في اطار التغذيه. هيكون معانا دكتور محمد عناني في الفقره الجايه، ولكن دلوقتي ده ميعادنا لفاصل سريع.